احنا اصلا لو محتاجين نفكر نتعلم حاجه في حياتنا، عارفين احنا محتاجين نتعلم ايه؟ نتعلم نفشل. الكتاب بتاع فن اللامبالاه ده، قريت حته في الكتاب ده عجبتني جدا 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 جدا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تخيل كده البيبي اللي بيتولد جديد ده وبيحبي بيمشي يحبي في الدنيا. فتعالوا تخيلوا فعلا، حطوا في عينيكم كده البيبي ده. يقول لك البيبي ده هو بيحبي بيبقى عايز يقوم يقف، فيقوم يقع على وشه وامه تجري عليه، وبعدين يقع على وشه تاني وابوه يجري عليه، وبعدين يقع على السلم ويتعور وابوه يجري عليه، وكل العيله بتجري ورا البيبي اللي بيقع ده. والبيبي هي didn't give a fuck for اي حاجه في الدنيا. البيبي مقرر ان هو هيقع ويقف ويمشي، يعني هو العالم كله بيجري عليه عشان يلحقه من الوقعه، هو ملوش دعوه. بيقول لك تخيل بقى في الكتاب ده ان البيبي ده قرر للحظه كده ان هو قال لك يا جدعان انا مش عايز امشي اصلا في حياتي، ما امي بتجيب لي الببرونه وابويا بيجري يلحقني لما اقع، فانا مش عايز امشي. فالبيبي لو فكر ثانيه في حياته ان هو فعلا مش عايز يمشي، مش هيمشي. وما تقولش مفيش فايده، على حالي كده هفضل. التوبيك هنا بتقولك ايه بقى؟ بتقولك ان الفشل بيعلم النجاح، الوقعه بتعلم ان انت تمشي، ان انت تحبي وتقوم تقع تتكسي على وشك هتتعلم انك تمشي. لكن لو فضلت قاعد بقى مش عايز تفشل ومش عايز تجرب ومش عايز تقع، عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتتعلم تمشي. والله يعني انا اصحابي كانوا يقولوا عليا ان انا بتاجر في الخساره، انا بتاجر في الفشل، بس احنا ما بنعملش حاجه في حياتنا غير ان احنا نفشل. كتر الفشل بيعلم النجاح.